في بنت سألت سؤال وكان على جروب، كانت بتسأل وبتقول كالآتي. تعالوا نشوف مع بعض. بنات، أنا هقعد قدام خطيبي بشعري الزيارة الجاية، هتكون أول مرة يشوفني بشعري، فأقول له ولا فاجئه لما يجي؟ تعديل: أنا سألت سؤال محدد، مش عايزة، يعني مش عارفة هي ايه الكلمة بصراحة، بس هي الكلمة ممكن تتفهم بشكل مش محترم، يعني مع اني انا عارفة ان هي اكيد متقصدش حاجة مش محترم. المهم، وبعدين في حاجة اسمها رؤية شرعية، بتنوه يعني عشان محدش يقعد يتكلم كتير كده، ان هو من الاخر دي حاجة اسمها رؤية شرعية، اللي هو مفيش مشكلة يعني لو هو شافها بشعرها وهي مخطوباله. فدي رؤية شرعية، وانه كل الفكرة بالنسبة لها والسؤال افاجئه بقى ولا اقول له، هو ده كل السؤال او كل المشكلة يعني. طيب، هو واضح طبعا من السؤال ان البنت مش عارفة ايه اللي ينفع للخاطب ويجوز له يشوف مني، وايه اللي مينفعش يشوفه اصلا. وكذلك الخاطب الله اعلم برضو عارف ايه اللي ينفع يشوف من خطيبتي وايه اللي مينفعش. ودي مشكلة صراحة انا بشوفها في حاجتين. اولا في سوء، من ضمن سوء التربية في الوعي والارشاد للشاب وللبنت. لازم كل اب وكل ام ده اولا يوعوا ابنائهم، خصوصا بعد ما يبلغوا، ويتكلموا معاهم، ما يستنوش لغاية لما البنت بقى تتخطب. وساعات بتتخطب وتتجوز وهي ما تعرفش اي حاجة في اي حاجة، ولا في نصايح ولا في امور ولا، والدنيا سداح مداح. وكذلك الولد، فلازم بعد بلوغ البنت والولد ان كل اب وام الاتنين مش طرف واحد، فالاتنين اب وام لازم بعد البلوغ للولد او البنت يبدأوا يكلموهم ويوعوهم عن الخطوبة، وايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش فيها، وايه اللي ينظر اليها لخطيبته، وايه اللي المفروض البنت تعمله مع خطيبها، وعن الزواج والعلاقة الزوجية والشرع والدين قال ايه هنا والدين قال ايه هنا، وعن التربية. كل حاجة يا جماعة، احنا للأسف بنسيب أولادنا كده يقدموا على هذه الحياة اللي هي مش سهلة تماما ومسؤولية تامة، وفيها أمور كثيرة هم ما يعرفوش عنها أي حاجة، سواء ما بقى كانوا صغار سنا أو حتى كانوا كبار. الفكرة مش فكرة سن، الفكرة فكرة وعي وإدراك للي هم داخلين عليه أو اللي هم بيتعاملوا فيه. عدم الوعي والإدراك دي مشكلة كبرى يعني. طيب أنا دلوقتي لو أنا كبنت أو كولد، كشاب كرجل، أيا كان عمرك أو عمرك، خليني برضو نقول الحتة دي، أبويا وأمي ما قالوليش أي حاجة، أعمل إيه؟ انا دلوقتي خاطب او هخطب او عايزه اخطب او ممكن اخطب او انا يعني بالفعل انا مخطوبه او هتخطب او ممكن اتخطب في اي لحظه او انا هتجوز الى اخر بقى الكلام ده كله. مطلوب من حضرتك وحضرتك ايا كان حضرتك مرتبط او غير، وحضرتك كذلك، انك تقرا كتير وتاخد كورسات وتسال مشايخ كمان. اقرا في التربيه للاولاد، اقرا في الزواج، اقرا ايه حقوق المراه عليا كزوجه، ايه واجباتي، ايه حقوقها برضو من ناحيتها، كل حاجة في الشرع الأول، وبعدين نقرأ الأمور التانية اللي يعني الدكاترة أو الخبراء بيقولوا عليها في الإرشاد الأسري والتربوي في تربية الأولاد. وقبل ده كله طبعا لو أنا هبقى خاطب، طبعا أكيد المفروض المرحلة دي مهمة أولية طبعا، يبقى أنا إيه اللي المفروض أقوله لخطيبتي، يبقى أنا إيه اللي المفروض ما أعملوش، يبقى إيه لا غير ذلك، وإيه اللي أنا المفروض أشوفه منها. والعكس صحيح برضو، الخطيبة أو البنت لازم تعمل كده، لازم تعرف ازاي تعمل مع خطيبي، ايه اللي ينفع تعمل معاه فيه وايه اللي ما ينفعش شرعا ودينا وكل حاجه. فانت اقرا واسال شيوخ الصح والغلط والحرام والحلال، خد كورسات زي ما قلنا، في كورسات ارشاد اسري وتربوي خاصه بالزواج والعلاقات الزوجيه، وسواء من قبل، حتى مش لازم تكون دلوقتي خاطب وعلى وشك جواز، من قبل ده. ولو انت على وشك جواز يبقى تاخد، ولو انت متجوز ومش عارف لسه في فرصه، وحضرتك كذلك محدش يقول الفرصه خلاص. ولو انت لسه مخلف نفس الحكايه، لسه في فرصه برضو. كل حاجه ليها فرصتها، بس كل ما اكيد فرصتها تاخدها بدري بدري بيكون افضل واحسن. بالنسبه بقى لسؤال البنت اللي سالته، وفي الحقيقه اساسا شرعا بقى، لان هو ده الشرع اللي بنمشي عليه، لا يجوز مطلقا ان خطيبك يرى سوى الوجه والكفين، وده بقى اجماع الائمه الاربعه والجمهور. وانا مثلا كمنتقبه او اي واحده منتقبه، خطيبها
أو اللي متقدم عشان يخطبها يشوف منها الوجه والكفين، لكن ومش قصة ان هو يشوفه مرة والتانية والتالتة لأ وحرام والجو ده كله عشان منتقبة، لأ، مع احترامي يعني أنا بعترض في هذا الأمر لأن الشرع ما قالناش كده. طيب مش هندخل في مسألة النقاب دلوقتي عشان في ناس هتطلع تختلف احنا بنتكلم في الأساس اللي هو الحجاب الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه واللي المفروض هو هيشوف مني ايه. في ناس طبعا هتقولك لا ثواني بس ايام الصحابة كانوا بيترصدوا كده وبيشوفوا قبل ما يعني يرتبطوا ويختبئوا وكذا. حضرتك ايام الصحابة، ايام ما كان في عفة، ايام ما كان في رجولة، ايام ما كان الشخص حضرتك الا من رحم ربي، ولا اسيء في احد ولا اجرح، عشان الرجاله عندهم حساسيه مفرطه في الموضوع ده. الرجاله المفروض بقى الراجل راجل مش هيبقى عنده هذه الحساسيه يعني. فانا بوضح اهو، ايام ما كان في رجال على حق هيتزوجوا هيخطبوا ويتزوجوا بجد وعندهم العفه والاحترام والقدسيه للشيء اللي هم داخلين عليه والتقوى الى الله. دلوقتي ما ينفعش. والائمه الاربعه يعني لم يتفقوا مطلقا ان الخاطب يشوف شعر خطيبته. طيب خليني اقول لكم حديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض على الامر ده وقال لها يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة عشان في ناس للأسف شباب وبعض الشباب طبعا وبعض النساء أو الفتيات مش بتبقى عارفة يعني المحيض أصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المحيض اللي هو الدورة الشهرية يعني. إذا اختصار اللي يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته هو الوجه والكفين دون أن تخلع ثيابها أو حجابها مطلقا. الحجاب اللي هو الحجاب الشرعي اللي احنا عارفينه، مش أقصد تماما طبعا النقاب نهائي، لا، يعني يجوز أن المنتقبة يرى في الرؤية الشرعية قبل طبعا ما يخطبها أو أثناء وهو خاطبها الوجه والكفين، غير كده لا طبعا خالص زي ما وضحنا. خلوني اقول حاجه سريعا يمكن جات لي على الخاص من ضمن الامور، وانا بيجي لي مشاكل واسئله وامور كتيره جدا وحابه اذكرها، وكده كده انا اصلا ناسيه اسم الشخص اللي قال لي، وكان الكلام ده من قريب بس بجمله الامر اللي حاصل يعني عشان برضو انوه وانبه عليها. يعني شخص بعت لي صوره لخطيبته وكان بيكلمني عنها، وقلت له طبعا ربنا يبارك لكم ويا رب مع بعض، فكان باعت في الاول صوره بالحجاب. طيب تمام، فجاه لقيت صوره بشعرها، فطبعا انا اعترضت تماما على هذا الامر. فقلت له بص يا اخي الفاضل، اولا ما ينفعش ان انت تشوفها طبعا بشعرها، ثانيا هي ممكن تكون ما تعرفش، فانا يعني احسنت الظن، وانا احب دايما في التعامل يكون في احسان ظن على القدر المستطاع الاول. ممكن يكون مثلا ما عندهاش برضو الوعي الكافي، ممكن تكون عندها الوعي وعندها كل حاجه بس اخطأت، عايزه توري له قد ايه ان هي جميله وشعرها في احساس ساعات بيبقى كده، ولكن خطأ وقعت فيه زي ما كلنا بلا استثناء بنقع في اخطاء ايا كان مختلف او متشابه فيه الاخطاء. طيب هو كشاب برضه هيبقى فرحان ان هو عايز يشوف وعايز يشوف اكتر وعايز يشوف اعلى، لانه شهوة الرجل متواجدة في كل شيء في المرأة، والاشتياق بيتزايد في هذه الفترة. فانا قلت له من الواجب عليك وانت كرجل وناضج وعاقل، والارشاد لازم يكون منك، واكيد المفروض بيكون طبعا من الطرفين، بس احيانا الراجل بيبقى يعني الارشاد عنده بيبقى اكتر والى غير ذلك. قلت له لازم ان انت تعين نفسك وتعينها، وهي كمان تعينك وتعين نفسها. فهي اذا اخطأت في شيء او فعلت فعل حرام، سواء هي تدرك او لا تدرك او لحظة من الشيطان، انت يجب أن تعي ذلك، ويجب أن حضرتك تماما تنصحها وترشدها للصح، وتعين بعضكم البعض. كذلك أنت لو وقعت في خطأ معها أو في الكلام أو في الأسلوب أو في أي حاجة، أو طلبت طلب مثلا وليكن ما ينفعش، الاشتياق خدك، مش هنقول إن أنت حد مش كويس، لا الاشتياق خدك أيا كان،
هي كمان لازم يحصل من عندها وقفة معاك، ويعني توعيك وترشدك وتذكرك بالله سبحانه وتعالى، وتكون عونا ليك وسند ليك في الأمر ده. خصيصا طبعا اللي قبل الزواج بيبقى الشيطان واللحظات بتبقى أقوى بكتير، والعاطفة والاشتياق وإلى غير ذلك. وطبعا لازم وانتم متجوزين تكونوا طبعا عونا أكتر. فأخي الفاضل، يا ريت تمسح الصورة، ويا ريت تقول لها إن ما ينفعش، وتنبهها للأمر ده، لعلها هي مش واخدة بالها أصلا إليه، أو شايفة إنه عادي أو إيزي. ولو هي مش شايفة ده يبقى خلاص، يبقى أنت نبهتها وحذرتها لله، وفي نفس الوقت زي ما قلنا عون. هو بصراحة يعني قال لي حاضر وما اعرفش بقى هو عمل ايه، ولكن انا بذكر ده ليه؟ بذكر ده عشان للاسف ده كتير بيحصل، وكتير في شباب كمان تطلبه وتقعد كمان زعلانه يا عيني. لا حبيب ماما، ما تزعلش، مينفعش انك تزعل يا حبيبي، مينفعش اصلا انك تطلب طلب زي ده، انت بتهزر. وساعات في شباب تطلب زي طلب زي ده من واحده هو لسه اصلا كمان مش ما خطبهاش، ولو خطبها هي مش مراتك. والله الخطوبه دي مش زواج، هي عهد بالزواج، لا تحصل لما تحصلش. فمش عارفه هم بيفكروا نفسهم ان هم متجوزين خلاص، انت يا بنت انت بتاعتي. يعني الامارة ايه؟ انا مش عارفه بصراحه بتاعته والجو ده. ده جو شيطان بيضحك علينا، وعدم تقوى الى الله سبحانه وتعالى. ولما يبتدي يشوف شعرها، ولا يشوف مش عارف ايه، ولا يبتدي كذا وكذا، سواء هو بقى ارتبط بيها رسمي خطوبه ما ارتبطش بيها ايا كان، يبتدي بقى يقول عليها كلام وكذا وحوارات. وبعدين كمان عايزه اقول لكم حاجه يا شباب ويا بنات، حلاوه الحلال والله العظيم بتقل. حلاوه الحلال بتقل كل ما هتقترب اقتراب للشيطان، وهتقع في الفخ. لان ده فخ بيصنعه لك الشيطان، شيطان النفس والنفس الاماره بالسوء. ان النفس الاماره بالسوء لما رحم ربي، والشيطان اللي بيجري في الوريد مجرى الدم. ف يعني هيخلي الاشتياق يقل، وهيخلي الحلال يرخص في عينك، وتبقى انت مش حاسه ولا انت حاساه. مش هقول احنا يعني مش بني ادمين، احنا بني ادمين وعندنا عاطفه، وزي ما قلت كلنا عندنا هذه الاحاسيس والمشاعر. خلاص وقعت في غلط، وانت كمان، وانت او انتوا الاتنين مشتركين في نفس الخطأ، مفيش مشكلة، نتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى، نبدأ صفحة جديدة، نعي وندرك ونقرب من الله سبحانه وتعالى، ونقوي إيماننا، ونعين بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا شباب لو سمحتوا اتقوا الله سبحانه وتعالى في بنات الناس. شوف ربنا الأذان، أنا بصور الفيديو ده أثناء الفجر على فكرة. اتقوا الله سبحانه وتعالى في البنات اللي بتاخدوهم، في النساء اللي بتاخدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالنساء خيرا. الله الله، في النساء أوصيكم بالنساء خيرا، كان آخر خطبة ليه كان قبل ما يموت، وصيته في النساء. واللي معاك دي قارورة من القوارير يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاك عليهم وعليهن. فتخلي بالك من ده تماما، وانت كمان تحاولي على قدر المستطاع كمان تتقي الله، وتعيني نفسك وتعيني من معك، وانت كمان تعين نفسك ومن معك. فبلاش تطلبوا ده، وبلاش حضرتك تعملي من نفسك ده. وان وقعتوا في خطأ زي ده او ما يشابهه او اكتر، توبوا الى الله واستغفروا الله سبحانه وتعالى يا جماعه، وما تعملوش كده تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، واقوم بقى اصلي الفجر، وما تنسوش صلاه الفجر.